هلو عاملين ايه؟ متحمسه قوي الفيديو النهارده عشان بجد الفرصه دي نفسي توصل لكل الناس وكل الناس تستفيد منها. ايه هي الحاجه اللي هتساعدك تشتغل في 8 اسابيع بس زي ما التوبيك بتاع الفيديو بيقول، سواء كنت لسه خريج بتشتغل اوريدي بتدور على شغل، فالمنصه اللي هكلمكم عنها النهارده هي احسن حل ليك. منصه ALX، وهي منصه هدفها تساعد الشباب الافريقي انه يلاقي جوب اوبورتيونيتيز احسن عن طريق انها تجهزه لسوق العمل، عن طريق برامجها المكثفه اللي مدتها من 6 ل 8 اسابيع. واللي متابعني عارف ان اتكلمت كتير قوي على المنصه دي، اولا لما كانت بتنزل كورسز وبرامج ليها علاقه بالتكنولوجي وكان التقديم عليها فري، بعدين لما كملت تاني وعملت برامج جديده لكن بقى فيها ادميشن فيز بنقدم بفلوس، ودلوقتي لما نزلت برامج نون تك ريليتد ملهاش علاقه بالتكنولوجي مفتوحه لكل الناس في كل المجالات ومن غير ادميشن في، بس بنملى الابلكيشن زي ما هنملاه مع بعض دلوقتي وبتبدا البرنامج. بيسجل خايفه يكون ما بيسجلش والله، طلع بيسجل عادي. وبالتالي النهارده هركز معاكم على 3 برامج عندهم من غير ادميشن فيز، بتقدم على طول، مدتهم من 6 ل 8 اسابيع، هيساعدوك تبدا شغل على طول اول ما تخلص، وهيساعدوك تبقى جاهز لبيئه العمل دلوقتي واللي بتتغير بسرعه جدا. فقدم دلوقتي قبل ما يبقى في ادميشن فيز تاني عليهم. كمان البرامج كلها اونلاين، والميزه اللي فيها ان هيبقى معاك فريق يتعلم معاك، فمش هتحس ان انت بتتعلم لوحدك، وعندك ديدلاينز وحد بيتابعك فمش هتكسل وتسيبها، وعندك بروجكتس شغال عليها وبتتدرب بايدك فمش هتزهق. عايز ايه تاني؟ لو اوريدي محدد البرنامج اللي عايز تقدم عليه، انزل تحت في الديسكربشن واختار على طول الابلكيشن او التقديم وابدا قدم معايا. لكن لو لسه مش عارف ايه البرامج وعايزني اكلمك عنها اكتر، فاتفرج على البارت ده الاول. اول برنامج هنتكلم عنه هو AICE او Artificial Intelligence Career Essentials. من الاخر الاساسيات اللي محتاج تعرفها عن ال AI عشان تستعمله في شغلك. ده برنامج مدته 6 اسابيع ودراسته بتحتاج من 5 ل 10 ساعات في الاسبوع. الدوره الجايه هتبدا يوم 16/9، لكن لو بتتفرج على الفيديو ده بعد ما الدورات دي خلصت هتلاقيني سايبه لك تحت في الديسكربشن دايما ابديت بمواعيد الدورات الجايه. البرنامج ده هيساعدك تستخدم احدث وسائل ال AI او الذكاء الاصطناعي عشان تدور على شغل، تعمل CV، تعمل اوتوميشن للتاسكس بتاعتك. يعني اي تاسك بتعمله في اليوم يقدر الاي اي يعمله مكانك عشان تسرع وتيره الشغل وتحسن جودته وما يبقاش فيه اي اخطاء. كمان هيعلمك ازاي تتعامل مع فريق وتستخدم الانتربيرسونال سكيلز او مهاراتك في التواصل مع الاخرين، وازاي تعمل بيرسونال براندنج وتسوق لنفسك، ومبادئ انتربرينورشيب او رياده الاعمال. من الاخر ده برنامج هيعمل لك اب سكيلينج للمهارات بتاعتك، يعني هيطورها عشان تلاقي وظيفه احسن او حتى لو لسه بتبدا الكارير بتاعك. تاني برنامج هنتكلم عنه هو ال VA او الفيرتشوال اسيستنت، ودي وظيفه انا لسه سامعه عنها من سنه ولكن الظاهر انها مهمه جدا. لو دخلنا على اي موقع الفريلانسرز هنلاقي ان في ناس عايزه VA او فيرتشوال اسيستنت وهم اصلا عايشين في الخليج او في اوروبا او في اي حته وبيدفعوا كويس جدا. ببساطه شديده الفيرتشوال اسيستنت هو حد بيظبط لرائد الاعمال او حد عنده مهام كتيره قوي، بيظبط له حياته، حجوزاته، يحسب له مصاريفه، المواعيد بتاعته، يعمل له بلان اليوم، يعني بيرتب له كل حاجه. فالبرنامج ده هيساعدك تبقى فيرتشوال اسيستنت عن طريق انه يعلمك البيزك تك سكيلز او البرامج الاساسيه اللي محتاجها عشان تنظم كل الحاجات دي. هيعلمك تنظم انت شخصيا وقتك، تعرف تنظم الايميلات والحجوزات، الداتا انتري والاكسبنس تراكنج وغيرهم. كمان في جزء في اخر البرنامج يساعدك على طول تلاقي وظيفه سواء كفريلانسر او في شركه اللي انت عايزه، وهيعلمك ازاي تسوق لنفسك وتبني ريليشن شيب كويسه مع الكلاينت. والبرنامج ده هيبدا يوم 12/9. البرنامج مدته 8 اسابيع لكن هتحتاج تكمت من 4 ل 6 ساعات في اليوم، وده لان على طول بعد ال8 اسابيع دول هتبدا تشتغل. واخر برنامج هنتكلم عنه هو البروفيشنال فاونديشنز. من الاخر دي الاساسيات اللي محتاجها عشان تلاقي وظيفه كويسه، سواء كنت لسه هتبدا الكارير بتاعك او اوريدي بتشتغل وعايز تطور من نفسك. برضو مدته 8 اسابيع وهتحتاج كوميتمنت من 4 ل 6 ساعات في اليوم، لانه فعلا برنامج مكثف. وبليز يا جماعه ما تضيعوش الفرصه دي، لانه مش هتلاقوا برنامج تاني ببلاش مجمع كل المحتوى ده. لانه اولا هيعلمك السيلف اويرنس او ازاي تبقى اوير بالحاجات اللي انت عايز تعملها في الكارير بتاعك وتحط اهداف للكارير بتاعك. هتعلم بقى مهارات زي التايم مانجمنت والتيم ورك والكوميونيكيشن سكيلز، وهيبقى في مشروع بتشتغل عليه انت وزمايلك عشان تعلم تشتغل جوه فريق وتاخد قرارات. كمان هيعلمك ازاي تعمل بروتوتايبس او نماذج تجرب عليها. بعدين هيعلموك تعمل بورتفوليو وسي في عشان توري مهاراتك الجديده، تعمل حاجه اسمها بيتش ديك واليفيتور بيتش عشان توري مهاراتك في اسرع وقت، وازاي تكتب بايو عن نفسك يشد الناس. كمان هيعلمك ازاي تستخدم ابلكيشنز زي جوجل ورك سبيس، كانفا، تعمل برزنتيشنز بالاي اي وغيرها كتير. وعشان تقدم على البرامج دي مش محتاج غير 3 شروط: 1 تبقى من افريقيا، 2 سنك من 19 ل 34 سنه، 3 معاك كمبيوتر او لابتوب وانترنت. بس كده، يلا نقدم مع بعض.
يلا بينا نقدم مع بعض. اول حاجه هتفتح الويب سايت اللي تحت في الديسكربشن وهيطلع لك البيج دي. هننزل تحت وعايزه اقول لكم ان احنا بنقدم على واحد من الثلاث برامج الاولانيين اللي هم الفيرتشوال اسيستنت، البروفيشنال فاونديشنز، والاي اي كارير اسينشالز. لو عايز تعرف زياده عن المعلومات اللي انا قلتها لك فهتدوس على اي واحد تحت عند ليرن مور، هيفتح لك معلومات بالظبط عن التواريخ، المده اللي محتاجها. هتنزل تحت هيقول لك على الحاجات اللي هتتعلمها، وزي ما انتم شايفين كلها من غير ادميشن في، يعني مش بندفع اي حاجه واحنا بنقدم، على عكس البرامج الثانيه. وتاني بقول لكم قدموا دلوقتي قبل ما يبقى في ادميشن فيه. اخر ميعاد للتقديم للكوهورت او الدوره اللي هتبدا هو 12 سبتمبر بالنسبه للبرنامج ده، لكن هي زي ما قلت لكم لو بتتفرج على الفيديو ده بعد ما نزل بشهر، شهرين، سنه، هتلاقيني تحت سايبالك ميعاد الكوهورت الجايه. طبعا من اهم الحاجات في البرنامج ده ان هو learning by doing، او انك بتتعلم عن طريق انك تنفذ بايدك، عن طريق انك تعمل برامج بايدك، عن طريق انك تعمل بروجكتس بايدك، بس كده. المهم هتختار البرنامج اللي انت عايزه وتدوس هنا على ابلاي ناو. اول حاجه هتحتاجها انك تعمل اكونت على المنصه نفسها، فهنبدا نحط البيزك انفورميشن بتاعتنا، اول اسم، تاني اسم، الايميل، وضروري جدا يبقى الايميل ده اوريدي فاتح عندك ومعاك الباسورد بتاعته، رقم التليفون، وهنا الاول هتختار الكونتري كود، مثلا انا بقدم هنا من مصر، وباكد تاني اي حد في اي دوله افريقيه يقدر يقدم. هننزل تحت ونختار ايجيبت، وتاني لو انت 010 011 مش بتكتب الزيرو اللي في الاول، هتكتب بس 10 او 11 او 12 وتكمل الرقم. اخر حاجه باسورد، وعايزه اوضح لك هنا انه عايز الباسورد تكون 12 كاركتر، يعني فيها 12 حرف ورقم. فتعالى اقول لك هتعمل ايه. كل اللي هتعمله انك تكتب اسمك، انا هكتب ملك، وبعدين تكتب تاريخ ميلادك، انا هعمله 19/4/2004، ولنفرض ان اسمك من 3 او 4 حروف بس ممكن تحط علامه تعجب. تحت هتكتبها تاني وتدوس هنا وبعدين تعمل ساين اب. هيفتح معانا بعد كده البيج دي، واهم نوت فوق مكتوب ان احنا بعتنا لك دلوقتي ايميل، روح اعمل كونفirmation واكد الايميل بتاعك يا اما الاكونت هيتقفل خلال يوم. وفعلا لقيتهم بعتوا لي هنا ايميل، هروح افتحه، هنزل تحت وادوس هنا على confirm your account. هيفتح الصفحه دي وكل مطلوب منك انك تكمل بياناتك. هنا تاريخ ميلادك، وخلي بالك الشهر الاول، بعدين اليوم، بعدين السنه، فهتدوس من هنا وتنزل دي تحت وتختار سنه ميلادك بالظبط، بعدين تختار الشهر، بعدين تختار اليوم. هنا الجندر فيميل ولا ميل، الكونتري اوف ريزيدنس او البلد اللي انت عايش فيها دلوقتي هتكتب، بعدين هيطلع لك تحت ايجيبت لازم تختارها، وبعدين المدينه اللي انت عايش فيها، وهنا الكونتري اوف اوريجين او المكان اللي انت اتولدت فيه، وبرده هكتب مصر وهختارها. تاني هنا بتدخل رقم تليفونك، بعدين هنا بتعمل اجري ان انت قريت التيرمز والكونديشنز، ولو عايز بتختار اي لينك من دول وتقراها وتدوس سيف. اول حاجه هيقول لك محتاجين نسالك شويه اسئله عشان نتاكد ان انت فعلا ممكن تقدم على البرنامج ده وينطبق عليك الشروط. يلا بينا. هل معاك لابتوب؟ هنا بيقول لك ان هنبدا معاك ابلكيشن مدته 20 دقيقه. احسن حاجه ان انت تفتح الابلكيشن ده من لابتوب او من كمبيوتر عشان تعرف تشوفه كويس. انا اوريدي فاتحاه من لابتوب فهدوس ويلا بينا. اول حاجه هنا بيقول لك هو انت هتتعلم ايه في البرنامج ده، وهنا بيقول لك انت محتاج تديديكيت وقت قد ايه، او الكوميتمنت بتاعتك هتبقى قد ايه في الاسبوع. هنا 30 ل 40 ساعه في الاسبوع، حوالي من 4 ل 6 ساعات في اليوم. ويا جماعه بليز لو مش هتنتظموا سيبوا الفرصه دي لحد تاني، لكن لو عندكم الوقت خصوصا ان احنا في الاجازه دلوقتي بليز استغلوا الفرصه. انا قابلت ناس اتخرجوا من المبادره دي اوريدي، بجد كانت تحفه وغيرت حياتهم. فيلا بينا. يقول لك اولا الابلكيشن ده مدته 70 دقيقه، معاك حوالي ساعه و10 دقائق عشان تحله، وفيه 5 اجزاء. اولا معلومات عامه، ثانيا ده جزء اختياري عن الدايفرستي والانكلوجن، ثالثا بقى في اسسمنت او امتحان صغير. اولا امتحان للانجليش مدته 20 دقيقه، وصدقوني مش صعب، هو بس عايز اتاكد انت هتقدر تفهم المحتوى لان طبيعي في مصطلحات كتيره بالانجليش. تاني حاجه لوجيكال ريزنينج، وده زي الاي كيو شويه، بيشوف بس اللوجيك عندك عامل ازاي، يعني اسئله منطقيه. واخر حاجه بيزك كمبيوتر سكيلز، ده بس بيتاكد انت بتعرف تستخدم الكمبيوتر، عندك البيزك تك سكيلز. لكن ما تنساش ان اصلا جوه البرنامج هيعلمك مبادئ الاي اي، فهو مش عايزك تبقى حد سوبر في الكمبيوتر ولا حاجه. اخيرا في اساي كويستشن، حاجه تكتبها بايدك مدتها 5 دقائق وهنشوفها مع بعض دلوقتي، وسبونسرشيب كويستشنز هوريه لكم دلوقتي. بعد هنا بيقول لك شويه تيبس عايزه الخصها لكم. اولا اتاكد ان عندك ستيبل انترنت كونكشن، مش هيقطع منك وانت بتعمل الابلكيشن. لو حاسس ان ده مش الوقت المناسب عشان تعمل الابلكيشن، اعمل لوج اوت وبعدين اعمل لوج ان تاني لما يبقى معاك ستيبل انترنت، يعني انترنت ما بيقطعش. لو في اي جزء من الابلكيشن حسيت انك عايز تخرج وبعدين ترجع تاني، اتاكد انك عملت سيف. لو في اي حاجه عطلت فيها، شايفين الشات بوت اللي تحت ده، تقدر تساله هيجاوب عليك. لو دوست نكست في اي حته مش هتعرف ترجع تاني تغير اجاباتك، فعشان كده ركز كويس. هندوس نكست. اول جزء اسئله شخصيه، ايه الهايست ليفل اوف اديوكيشن او اعلى نظام تعليم، اعلى مؤهل دراسي انت عديت بيه. هنا لو خلصت مدرسه ثانويه او اي حاجه موازيه ليها. هنا لو انت بتتعلم تعليم فني، ده لو انت اوريدي دلوقتي دخلت الجامعه خلاص. هنا لو بعد سنه واحده من تعليم فني او التعليم الجامعي سبت الجامعه. هنا لو معاك دبلومه او ما يوازيها. هنا لو معاك بكالوريوس او ليسانس. هنا لو معاك ماجستير، وهنا لو معاك دكتوراه.
فانا مثلا لسه في اول سنه جامعه هدوس هنا. تاني حاجه المجال اللي انت بتدرسه، انا مثلا هنزل تحت واروح لغايه ميديا. هنا بيسالك هل انت شغال قاعد في البيت بتدور على شغل. هنا لو انت مش بتشتغل، هنا لو انت متطوع بتشتغل بارت تايم بس انت بتدرس، بتشتغل فول تايم بس انت برضو بتدرس، واخد انترنشيب يعني تدريب في حته، فريلانسر بتشتغل عمل حر، سيلف امبلويد بتشتغل عند نفسك يعني عندك البيزنس بتاعك. وهنا لو انت متخرج بس بتشتغل بارت تايم، او لو انت متخرج بس بتشتغل فول تايم. هنا سنين الخبره. وهنا السؤال هل انت بتدور على وظيفه، واظن انك طالما دخلت هنا يبقى انت بتدور على وظيفه. وسؤال هنا هل انت اشتركت في اي برنامج من برامج ALX قبل كده. ده اوبشنال لو عايز تحط اللينكدين بروفايل بتاعك، ودي تبقى بونس كويس قوي. وهنا بيقول لك اختار 3 سوفت سكيلز عندك: الرياده، الشغل في فريق، البروبلم سولفنج او حل المشاكل، التحليل، الكوميونيكيشن او التواصل، كيوريوزيتي انك تبقى دايما بتسال، طبعا ادابتابيلتي انك تعرف تتاقلم مع الحاجات، كريتيكال ثينكينج التفكير النقدي، التايم مانجمنت انك بتعرف تنظم وقتك، الجروث مايند سيت انك دايما بتحاول تطور من نفسك، انيشيتيف انك حد مبادر، طبعا كرياتيفيتي، الويلنجنس تو ورك انك اوريدي عايز تشتغل، والانتجريتي النزاهه. وانا بسالك هل عندك اي اكسبيرينس قبل كده في التكنولوجي، وغالبا هتبقى لا. ويلا بينا ندوس نكست. هندوس نكست تاني. هنا بيقول لك ان ده مجرد بارت بيجمعوه عشان يعرفوا داتا عن الناس اللي بتتدرب معاهم، وبيأكد لك انه البارت ده ملوش اي علاقه بالديسيجن ميكنج، ملوش اي علاقه انت هتتقبل ولا هتترفض، وانت بايدك تشترك في البارت ده او ما تشتركش وما تجاوبش على الاسئله دي، حاجه ترجع لك. هندوس ستارت. هنا بيسألك مين عليه الوصاية عليك دلوقتي. لو أهلك كلهم، معاك حد واحد من باباك أو مامتك، حد من الأهل متوفي، الاتنين متوفيين، أو أنت دلوقتي حد متبنيك، حد من الإخوات الكبار هو اللي بيصرف على البيت، لاجئ أو أي حاجة تانية. وانا بس عايزين نتأكدوا إن أيا كانت الظروف بتاعتك أنت تقدر توصل للمبادرة دي. بعدين بيسألك المكان اللي أنت عايش فيه تقدر توصفه إزاي. هل هو مكان urban حضري أو رورال ريف؟ هل هو مكان urban حضري أو رورال ريفي؟ طيب البيت اللي أنت عايش فيه عامل إزاي؟ هنا هوملس، مفيش بيت عايش فيه، عايش في شلتر. هنا مؤجر لكن الإيجار غير مستقر. هنا مؤجر بس مستقر. هنا تمتلك شقة أو أهلك يمتلكوا شقة. هنا عايش في مؤسسة زي اللاجئين أو غيرهم. هنا دخل البيت عامة كل شهر قد إيه؟ وتاني يا جماعة أي سؤال من دول مش عايزين تجاوبوا عليه عادي جدا. هل عندك إعاقة من أي نوع؟ وأخيرا بندوس نكست. كده احنا خلصنا جزئين. هندوس نكست تاني ونيجي للاسسمنتس او الامتحانات. دي مدتها حوالي 50 دقيقه لكن مفيش ليها تايمر، يعني مش هيقفل عليك على طول. بيقولك تاني افتكر وانس انك عملت سبميت لاي حاجه مش هينفع تغيرها، ولازم تمشيهم بالترتيب. للاسف انا مش هقدر احل ده معاكم لان دي حاجه بيحددوا عليها اذا كان هتتقبل ولا لا. للاسف انا مش هقدر احل معاكم الامتحانات دي لان دي حاجه بتقيس هل انت عندك القدره انك تشارك في البرنامج ده ولا لا. لكن عايزه اكد لكم انا معرفش حد قدم وما اتقبلش. الامتحان فعلا مش صعب، انت بس ركز شويه فيه، وكل هدفه انهم يتاكدوا ان فعلا مستواك يناسب البرنامج ده. كمان للناس اللي بتسال ازاي ممكن اعدي الامتحان، هل في حاجه معينه اذاكرها قبل ما ادخل؟ خالص، المعلومات بيزك جدا. يجيب لك فقره ويسالك عليها سؤال، يسالك في معادله معينه بسيطه او اي موقف حصل يسالك هتتصرف فيه ازاي. الحاجات كلها مش محتاج تجهز لها. هشوفكم بعد الامتحان. افتكر انت بعد ما تخلص كل امتحان هتدوس هنا على سيف. اول حاجه لو طلع لك الصفحه دي فهو هنا بيقول لك للاسف الليفل بتاعك مش مناسب، ليفل الانجليش بتاعك مش مناسب انك تبدا البرنامج ده، ويفضل انك تروح تطوره الاول بعدين ترجع تقدم. لكن لو ظهرت لك البيج دي يبقى انت بنجاح عديت الانجليش سيكشن وتقدر تدخل على اللي بعده. اعمل سيف وبعدين هيجي لك امتحان اللوجيك، دوس ستارت وابدا. لو جات لك البيج دي يبقى انت كمان عديت تاني اختبار، دوس سيف ويلا ابدا في تالت اختبار. ولو اخيرا جات لك البيج دي يبقى انت عديت الثلاث اختبارات. هندوس سيف وهنيجي هنا عند الاساي كويستشنز. اهم حاجه ان كل سؤال هتجاوب عليه يبقى على الاقل 50 كلمه. السؤال اللي جالي هنا مثلا ان التشالنجز والسيت باكس اللي في الحياه انيفيتابل، حتميه، وبيطلب مني اتكلم على موقف كان فيه فيلير فشلت فيه، او في تشالنج او تحدي مريت بيه in a recent time في وقت قريب. ايه هو التشالنج وازاي I handled it او تعاملت معاه، وده خليني اتعلم ايه عن نفسي. هنا من 50 ل 300 كلمه، بس هنصحك نصيحه، افتح الويب سايت ده هسيبهولك تحت في الديسكربشن اسمه grammarly.com، اعمل ابلود نيو وابدا اكتب كل حاجه عايز تكتبها هنا. ده دوكيمنت قديم كنت عاملاه عليه، بعد ما بتكتب بيبدا يطلع لك المشاكل اللي موجوده في الدوكيمنت سواء كانت في الجرامر في السبيلنج او غيرها، ومش محتاج تدفع اي فلوس. بعدين خده كوبي بيست وحطه هنا واعمل نكست، بعدين دوس نكست تاني. السؤال ده بيسالك البرنامج ده ثمنه الافات الدولارات، ليه المفروض نديهولك انت ببلاش؟ هو بصراحه سؤال تريكي، بس تعالى اقول لك ممكن تكتب فيه ايه. اولا انت هتعمل ايه بعد ما تخلص البرنامج ده؟ مثلا لو انت بتقدم على AI Career Essentials، اكتب ان انت فعلا عايز تواكب سوق العمل دلوقتي ويبقى
ويبقى عندك ميزه مش عند باقي زمايلك. بالتالي ده هيساعدك تاخد بروموشن او ترقيه، وده هيساعدك تكسب فلوس اكتر وتساعد عيلتك. لكن للاسف كل ده مش هيحصل لو دلوقتي ما قدرتش تاخد البرنامج، لان ما معكش فلوس كفايه تدفع له. او يمكن الترقيه دي هتخليك تساعد ناس اكتر لو انت الوظيفه بتاعتك عليها سوشيال ريسبونسبيلتي، او بتشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالمجتمع المدني. او يمكن البرنامج ده هيساعدك تفتح البيزنس بتاعك وتحقق حلمك. اهم حاجه ان وانت بتكتب توريهم الباشن او الشغف بتاعك، وانك فعلا مستعد ان انت تدي البرنامج ده وقته وحقه، وانه هيفرق في حياتك. وتاكد تاني على جرامرلي انك كاتب كل حاجه صح. هتعمل كده وتدوس سيف. اخيرا هتدوس سيف هنا، هتعمل ستارت على اخر بارت اللي بس هتقول فيه تشيك ان انت قريت الاجريمنتس وقريت الكونديشنز. دوس على ستارت، اعمل تشيك على الثلاث حاجات دول، واخيرا دوس تحت هنا على سبميت. وكده الابلكيشن بتاعك اتبعت. استنى بالظبط 24 ساعه منهم وهيردوا على الايميل، فاهتم بالايميل بتاعك كويس وبص على السبام سيكشن، وده بيكون هنا في الايميل. تنزل تحت وتختار السبام. بس كده دي كانت التوتوريال بتاعتنا عشان نقدم على برامج ALX المموله بالكامل. متنساش ان انت لازم تقدم على برنامج واحد بس، مش هيفتح لك التقديم على البرامج التانية. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في الكومنت. وجد ثانك يو يا جماعه على الكومنتس اللي على اخر فيديو، انا فعلا تعبت فيه كتير قوي، بس اهم حاجه ان انتوا استفدتوا. بس كده اشوفكم في فيديو جاي. باي باي.